لو فاكره ان كل انواع الكب كيك بتتعمل بنفس المقادير فانت بتضيعي على نفسك نتيجه احسن بكتير. كل نوع ليه نسبه واسرار، ودي من الحاجات اللي بتدفع فيها فلوس في الكورسات. النهارده هشارك معاكي وصفه كب كيك ريد فيلفت. اعملي متابعه للصفحه عشان لسه قدامنا اسرار كتير هتعرفيها مجانا. في بوله هنزل ب 56 جرام زبده، عليهم 150 جرام سكر، وهضربهم سوا. وهحتاج 2 بيضه، هنزل بكل بيضه وهضربها لحد ما تختفي، وانزل بالبيضه اللي بعدها. وبعدين هضيف 120 مللي زيت ولون جل احمر، وده كميته حسب الرغبه. هضرب كل ده سوا وهبدا انزل عليهم بالمواد الجافه. 166 جرام دقيق، 32 جرام نشا، 7 جرام كاكاو خام، معلقه بيكنج باودر ومعلقه بيكنج صودا. هنزل عليهم بالتدريج ب 120 مللي لبن رايب واكون مدفياه على النار. كل المكونات دي بالسباتولا لغايه ما الدقيق يختفي خالص. وهنبدا نملى ورق الكب كيك، دخله فرن سخن على درجه حراره 180 لمده من 15 ل 18 دقيقه، ونسيبه يبرد تماما قبل الحشو والتزيين. لو وصلتي لحد هنا فانا شاركت انواع تانية للكب كيك زي الشوكولاته والفانيليا. لو حابه تشتركي في كورس الكب كيك المجاني سيبي كومنت، حطي لايك واحفظي الفيديو عندك عشان تظهر لك باقي الفيديوهات. تعالوا نعمل كب كيك هش وطري وناجح من اول مره. كل اللي هنحتاجه كوب سكر وعليه كوب زيت نباتي، وهنقلبهم كويس مع بعض. هنحط 2 بيضه كبار وكوب زبادي والفانيليا، وهنقلب كل دوت سوا. وهنحتاج كوب دقيق هننخله وهنحطه على المكونات السائله، وطبعا مننساش البيكنج باودر ورشه الملح. وهنقلب ده كله وهنجهز صينيه الكب كيك، وهنرص الورق في الصينيه وهنوزع الخليط فيها بالتساوي عشان يطلع معانا كل حجم واحد وارتفاع واحد. هندخله الفرن على درجة حرارة 180 رفع اوسط، وهنشغل من تحت بس. وبكده جاهز معانا الكب كيك. لو وصلتي لحد هنا متنسيش تعملي لايك وفولو عشان وصفاتي كلها تبقى عندك. والكب كيك عندك بيطلع ناشف او مكتوم، الفيديو ده هيغير النتيجه معاكي تماما. حركه صغيره في الطريقه هي اللي بتخليه يطلع طري وهش. لو اول مره تشوفي صفحتي اعملي متابعه للصفحه ولايك للفيديو وحفظ، عشان هكتب لك المقادير بالكوب في اول كومنت. وكمان هبعت لك كورس خاص بالكيك مجانا وفورا. في بوله هنزل ب2 بيضه، عليهم 150 جرام سكر ابيض، ونضربهم بمضرب يدوي او كهربائي. وهننزل عليهم ب 125 مللي حليب و110 مللي زيت و2 معلقه صغيره فانيليا، ونكمل ضرب في الخليط. وهننزل ب 190 جرام دقيق ابيض ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وهننخلهم عشان ندخل هواء جوه الخليط. والحركه دي هتفرق معانا في النتيجه. ونقلب لحد ما الدقيق يختفي بس مش اكتر من كده. وننزل بنص كوب شوكليت شيبس. وعايزه اقولك احنا الشوكليت شيبس عملناها سوا مع بعض في البيت، فلو مش متابعيني فانت فايتك كتير. اكتبي لي كومنت وهبعتلك الطريقه فوق. هنحضر صينيه الكب كيك وهنحط ورق الكب كيك. وبرده لو مش عندك ورق الكب كيك منزله طريقه تعملي بيها ورق كب كيك من ورق الزبده، اكتبي لي في الكومنت. نبدا نملى ورق الكب كيك بالخليط ونحط على الوش الشوكليت شيبس زياده. دخلها الفرن السخن على درجه حراره 160 لمده من 20 ل 25 دقيقه. واخيرا لو مهتمه بمجال الكيك والحلويات وكريمات التزيين والحشوات المميزه اعملي متابعه للصفحه واكتبي تم يوصل لك كورس مجاني وفورا. مش كل وصفات الكب كيك تنفع تعملي منها بوكيه الكب كيك ناجح وتطلعي منها شغل. بعد تجارب كتير دي الوصفه اللي بقيت اعتمد عليها في الاوردرات، لانها بتطلع هش وطريه وتستحمل التزيين من غير ما تهبط. ولو بتدوري على وصفه تقدري تعتمديها لشغلك احفظي الفيديو ده. لو عايزه وصفتي للكريمه القابله لللمس اللي بشتغل بيها سيبي كومنت. في بوله هنزل ب 57 جرام زبده، عليهم 150 جرام سكر، وعليهم 60 جرام زيت نباتي، وهضربهم بالمضرب الكهربائي. وبعدين هنزل عليهم ب 180 جرام باتر ميلك، وعليهم 2 بيضه كبار وفانيليا. وهرجع اضربهم تاني لحد ما الخليط يعلى وينفش واللون يفتح. هبدا انزل ب 219 جرام دقيق منخول، وعليهم معلقتين بيكنج باودر كبار. وعايزه المقادير بالجرامات عرفيني في الكومنتات. هرجع اضرب تاني سواء بالمضرب الكهربائي او بالسباتولا. وقف مجرد ما الدقيق يختفي. جهز صينيه الكب كيك وورق الكب كيك، وهامله ورق الكب كيك للنص بس، وهدخله الفرن درجه حراره 180 لمده من 15 ل 17 دقيقه. ولما يطلع هسيبه يبرد ونبدا نزينه. الكريمه المفضله عندك، لو عايزه طريقتي في الكريمه سيبي لي كومنت. لو مهتمه بوصفات الكيك والكب كيك اعملي متابعه للصفحه عشان تشتركي في الكورس المجاني اللي بنزله.